الأسعار رايحة بينا لحد فين؟ تعالوا النهارده نعرف مع بعض أسعار الميكروويف لسنة 2024 وبعد وصول الدولار ووصوله ل60 جنيه في بداية 2024. تعالوا النهارده نعرف الأسعار رايحة بينا لحد فين ونعرف إيه أفضل ميكروويف لسنة 2024. يلا بينا نبتدي الفيديو. بس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة، بعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. أول ميكروويف معانا وهو ميكروويف هوفر، بيبقى بضمان العربي ديجيتال 25 لتر 900 واط وسعره 7425 جنيه. السعر ده موجود في رنين، متوفر في رنين. هوفر زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى ضمان العربي، وفي ناس كتيرة جدا بتثق في ضمان العربي. تعالوا بقى نشوف معانا الميكرويف اللي معانا بعد كده والماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة شارب 25 لتر فضي، بتبقى 1000 واط بشواية وسعرها 7797، وبرضو السعر ده متوفر في رنين. ده بيبقى شكله من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما قلت لكم القطع الازاز او الطبق الازاز اللي بيتحط عليه الطبق، وبيبقى كمان موجود القطعه الستانلس ستيل ديت اللي بتبقى بنحط عليها الطبق علشان نشغل الشوايه. ده بيبقى شكل الميكرويف من جوه، وده شكل جميع انواع الميكرويف، بيبقى الشكل كده من جوه بالظبط، كلهم بيبقى واحد، مفيش اي اختلاف بين ميكرويف وميكرويف. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة تورنيدو 25 لتر بكرة ضمان سنتين، وسعره 5681 و900 واط، والسعر ده متوفر في رنين. طبعا سيبكم السعر المكتوب عليه لان ديت اسعار قديمه جدا. ده بيبقى شكل البقره كده والزراير، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص ريفيو عن تشغيل ميكرويف تورنيدو، لان في ناس كتيره جدا طلبت مني الفيديو ده. هو بيبقى عباره عن مرايه كده، الجزء الخارجي بتاعه بيبقى عباره عن شكل مرايه كده، يعني عاكس للاضاءه. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي معانا بعد كده، وهو ميكرويف زانوسي 30 لتر. ده الموديل ده بقى حكاية لوحده. الموديل ده عبارة عن شواية وإير فراير وكمان فرن وميكرويف طبعا، يعني بيوفر لك حق 4 أجهزة. سعره كام بقى؟ 9490، ومتوفر في بيتك، لأن في ناس كتير سألتني هو متوفر فين. وسعره حاليا بقى 9490. وفي آخر الفيديو هفتح لكم الميكرويف وافصصه لكم واوريه لكم من جوه. الموديل ده ممتاز جدا في زانوسي. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي معانا بعد كده. بس قبل ما نتنقل ونروح لماركة تانية، عايزة اقول لكم ان هو بيبقى 900 واط والشواية 1250 واط. وكمان في خاصية ضد عبث الأطفال علشان الأطفال ما يلعبوش في الميكرويف. الميكرويف بقى اللي معانا بعد كده وهو كانويت 30 لتر بكرة، سعره 8249، بيبقى 700 واط والشواية بتبقى 1000 واط. وكنود من الماركات الرائعة جدا في الميكرويف، يعني تقريبا كده مفيش حد ما شكرش في كانويت. في ناس كتير جدا شكرت في ماركة كانوت بالذات في الميكرويف. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي معانا بعد كده. في طبعا منه السيلفر، في منه الاسود، بس تعالوا نشوف. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة شارب 34 لتر ديجيتال، سعره 6849. السعر ده موجود برضو متوفر في بيتك، بيبقى 1000 واط، وفي خاصية ضد عبث الأطفال، يعني عشان لو الأطفال لعبوا في أي زراير. والشواية بتبقى 1100 واط. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة تورنيدو 36 لتر، بيبقى 1000 واط بكرة، وسعره 6499 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم طريقة تشغيله هقولها لكم بعد كده في فيديو منفصل لوحدها. تورنيدو في بعض من الناس قالوا ان هو بيبقى ضعيف شوية، وبرضه في ناس شكروا فيه. هو تورنيدو برضه بيبقى بضمان العربي، ماركة معروفة إلى حد كبير، سعره مش قليل. بس في بعض الناس قالوا إن بنفس السعر اللي مثلا فريش أو ماينتا، وبتبقى الجودة أفضل وبيبقى أسرع في التدخين، يعني الموتور بيبقى أقوى. تعالوا بقى نشوف الموديل اللي بعد كده، وهو بيبقى ماركة كونويد ديت، نفس الميكرويف اللي شفناه قبل كده اللي بيبقى 30 لتر، بيبقى بكرة، بس ده السيلفر منه. التاني كان لونه اسود، ده السيلفر منه، وسعره زي ما انا قلت لكم 8249 جنيه.
والشواية بتبقى 1000 واط وهو بيبقى 700 واط. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي كنوت 20 لتر 800 واط، لونه أبيض وفيه جريل وبيبقى ب5000 جنيه. تعالوا بقى نشوف الموديل اللي بعد كده وهو زانوسي 20 لتر وسعره 3890، والسعر ده هتلاقوه على موقع بيتك، وبيبقى 800 واط و2 بكرة زي ما انتم شايفين كده، ولونه أبيض وبمقبض. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي معانا بعد كده وهو ميكرويف سمارت. ده بيبقى ميكرويف وفرن، بيبقى 20 لتر 700 واط وسعره 3800. طبعا سعره بيبقى قليل شوية علشان خاطر سمارت مش من الماركات الكبيرة قوي، من الماركات المتوسطة. ملوش مقبض، بيبقى فيه الزرار المستطيل اللي انتوا شايفينه بيبقى من تحت، ده اللي تحت الأزرار بندوس عليه وبنفتح الباب. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة تورنيدو 25 لتر بكرة 900 واط وسعره 5199، وبرده متوفر في بيتك الآن. الأسعار دي لشهر 1 2024 يا جماعة. طبعا بيبقى ب2 بكرة وفي مقبض. زي ما قلت لكم ماركة تورنيدو ماركة ممتازة جدا، بس في بعض الناس اشتكت من ضعف القوة، يعني مش بيسخن بسهولة، وبيضطروا ان هم يعيدوا التسخين كذا مرة علشان يسخن معاهم كويس. برضو عايزاكم تقولوا لي تجربتكم مع تورنيدو بالذات لاني محتارة فيه جدا. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة زانوسي 23 لتر بشواية ب2 بكرة زي ما انتم شايفين، وفي مقبض وسعره 5490. بيبقى 800 واط والسعر ده متوفر في بيتك. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده وهي فريش 20 لتر بكرتين، سعره 3299، وبرده السعر ده متوفر في بيتك، بيبقى ضمان سنتين وبيبقى 700 واط وفريش. انا برضو من الماركات اللي بحبها جدا وبفضلها جدا. تعالوا بقى نفتح مع بعض زانوسي الموديل اللي انا قلت لكم عليه ده، وهوريه لكم من جوه وهقول لكم كل حاجه عنه. اولا هو بيبقى مكتوب عليه كونفكشن ومكتوب عليه اير فراير، يعني هو بتوفري كذا جهاز. الاير فراير لوحده بيتباع اقل حاجه ب 5000 جنيه. فده بيبقى عباره عن مايكرويف واير فراير وفرن وشوايه، وموفر لك كذا جهاز. ده بيبقى شكله من جوه بيبقى مختلف عن باقي الميكرويف التاني. دي بتبقى الحله اللي موجوده فيه ديت علشان تساعدك انك تطبخي الاكل بشكل صحي. طبعا بتبقى الحلة مخرمة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده علشان يتدفق لها الهواء الساخن ويسوي الحاجة بدون الحاجة لأي زيت. من الموديل ده بالذات رائع جدا في زانوسي. هو بيبقى سعره عالي شوية، بيبقى 9900 تقريبا، أو يعني 9000 وشوية كده زي ما أنا قلت لكم. هو عيبه الوحيد ان هو بيبقى غالي، بس هو بيوفر لك كذا جهاز، فانا شايفه ان هو نوع متطور جدا. انت بقى بتقدري تظبطيه، عايزاه اير فراير ولا عايزاه كونفكشن يعني فرن، ولا عايزاه شوايه، فانت بتختاري وبتحددي انت عايزاه ايه. الموديل ده ممتاز جدا في زانوسي، انا بنصح بيه جدا جدا، وبرده اي حد يستخدمه يقول لنا رايه فيه. وكمان بنصح بشارب جدا، شارب ماركة ممتازة، الموتور بتاعها بيبقى كويس جدا. مفيش حد قال ولا كلمة على شارب. شارب من الماركات الممتازة جدا في الميكرويف والمميزة جدا كمان، والشواية بتاعته شواية حقيقية، لأن في بعض من الميكرويف بتبقى الشواية زي قلتها وما بتعملش أي حاجة. لا، شارب الشواية بتاعته شواية قوية جدا وكويسة جدا. كنوت كمان من الماركات المحترمة جدا في الميكروويف، في عالم الميكروويف. كنوت برضو أثبت كفاءة عالية جدا. وكمان من الميكروويف اللي كويس جدا ميكروويف فريش من الماركات المتوسطة، وسعره 4849، وهو بيبقى 25 واط و 25 لتر. طيب ده بقى ميكروويف فريش 42 لتر 1000 واط وسعره 7075 جنيه. ده بقى ميكرويف فريش 1100 واط و42 لتر وب 8000 جنيه. ده بقى ميكرويف سامسونج بيبقى 40 لتر وبالشواية وسعره 9849، ومن الماركات الأكثر من ممتازة سامسونج في الميكرويف، رائع جدا. ده بقى فرن وميكرويف بشواية 28 لتر 900 واط وسعره 5579. ده مايكرويف كاسل بيبقى 20 لتر 700 واط وسعره 3429.
ده بقى مايكرويف بلاك اند ديكر 30 لتر ديجيتال بشوايه وسعره 6550 جنيه. برضو بلاك اند ديكر ممتاز جدا على فكره. وده مايكرويف فريش 28 لتر 900 واط ب 5980. وبرضو انا كنت عامله عنه ريفيو، برضو هحط لكم في الكومنت تحت. ده بقى ميكرويف ال جي 25 لتر وسعره 9090 جنيه.